القطن المصري الاسم ده لوحده كان زمان بيهز العالم، والناس كانت بتسميه الذهب الأبيض. بس الحقيقة إن القطن في السنين اللي فاتت كان داخل على أزمة كبيرة، وكان ممكن يختفي من خريطة الزراعة لو الدولة ما دخلتش في الوقت الصح. بس إزاي وزارة الزراعة أنقذت القطن المصري، وإزاي فتحت أسواق تصدير جديدة، وإيه خطتها في السنين الجاية؟ كل دي تفاصيل هتعرفها معانا في الفيديو ده. القطن المصري تاريخ من أيام الفراعنة، ومن أيام ما كان وادي النيل كله مزروع قطن، وكان في القرن 19 مصدر أساسي للدخل القومي وسبب رئيسي في بناء الاقتصاد المصري. وصناعات النسيج كلها كانت معتمدة عليه، بس مع الوقت ومع تغيرات المناخ وغلاء التكاليف وقلة التسويق، القطن بدأ يتراجع سنة ورا سنة. في موسم 2024-2025 الوضع كان صعب جدا، الإنتاج نزل بنسبة تقرب من 35%، وبقينا ننتج حوالي 59 ألف طن بس بدل أكتر من 90 ألف طن. والمساحات المزروعة قلت، والفلاح بقى متردد يزرع قطن بسبب الخسارة والأسعار اللي ما كانتش مشجعة. غير كده كمان نقص المية والآفات والمنافسة العالمية كلها عوامل ضغطت على المحصول. ورغم ان مصر من اكبر دول العالم في استهلاك القطن طويل التيلة، الا ان الانتاج المحلي ما بقاش مكفي، وده اضطرينا نزود الاستيراد، وده كان خطر كبير على محصول استراتيجي زينا. هنا بقى دخلت وزارة الزراعة بتقلها بقيادة الوزير علاء فاروق، وبدأ شغل حقيقي مش مجرد كلام. الوزارة حطت خطة إنقاذ كاملة للقطن المصري، وبدأت من الأساس الصنف، طلعوا أصناف جديدة زي سوبر جيزة 94 وجيزة 99، أصناف إنتاجيتها أعلى ومقاومة للآفات وبتستهلك مية أقل. مش بس كده، الوزارة حددت مناطق الزراعة لكل صنف علشان يطلع بأعلى جودة، ووفرت تقاوي ممتازة للفلاحين، وكمان دعم مالي كبير بالمليارات علشان تشجعهم يرجعوا يزرعوا قطن من غير خوف. ومن أقوى المفاجآت إن القطن اتزرع لأول مرة في صحراء جنوب سيناء، في طور سيناء، باستخدام ري ذكي وأصناف تتحمل الجفاف. وده كان دليل إن البحث العلمي المصري قادر يطلع الزراعة بره الدلتا ويوسع الرقعة الزراعية. الدولة كمان اشتغلت على التسويق، وعملت منظومة جديدة بتربط سعر القطن بالسعر العالمي، وده فرق جدا مع الفلاح وخلاه يحس بقيمة محصوله، خصوصا في الوجه البحري اللي الفلاحين فيه استفادوا بنسبة وصلت ل 80%. وفي 2025 النتائج بدأت تظهر بوضوح، المساحات المزروعة زادت أكتر من 23%، ووصلت لحوالي 312 ألف فدان، والإنتاجية كانت من أعلى المعدلات في سنين طويلة، وعدينا 1.4 مليون قنطار قطن. الأصناف الجديدة وفرت مية، قللت مبيدات، ورفعت الجودة، والدولة وفرت مليارات الدولارات كانت بتتصرف على الاستيراد، وكمان فتحت أسواق تصدير جديدة. وفي مزادات القطن شركات كتير دخلت، وده معناه إن الثقة رجعت. الخطة مش واقفة عند كده، الوزارة بتستهدف في 2026 زيادة الإنتاج بنسبة 30%، والتوسع أكتر في الصحراء، وتطوير مصانع الغزل والنسيج، علشان القطن ما يبقاش خام بس، لكن صناعة وقيمة مضافة. وفي رؤية طويلة لحد 2030 إن الصادرات النسيجية توصل لأرقام ضخمة جدا، بدعم مشروعات ومدن نسيج جديدة في الفيوم والمنيا وغيرها. اللي حصل مع القطن المصري قصة إنقاذ حقيقية، من محصول كان على حافة الانهيار لمحصول بيرجع لمكانته واحدة واحدة.